لا سلام لا الزبي، حبني ولا تكرهني دير ربك. ماناش عرب، رانا أمازيغ. وحتى التسميات اللي عطاو لزبوباتنا محمد وعلي ومصطفى وكمال والحبيب والزبي وهاللغة هذه بكلها مش ممتعنا، على خاطرهم غيبوا عنا الهوية متاعنا اللي هي أصلا أمازيغية. وجاو ليزي قتلوا مالي البلاد اللي هما جدودنا وجدودكم غصبا عنكم، معناها مالي البلاد، وعربوكم. توا الميبون يبدا في تونس ويقول لي راني انا عربي، معناها بطريقه اخرى يا سي الزبي راك تدافع على الهويه متاع الناس اللي جات من الصحراء، جاو من الفقر والهم والقمل والميزيريا، وجاو ناكو جدودك وناكولهم اراضيهم، وزادوا ناكولهم عقول الاجيال الجات اللي بعد جدود اللي هما انتم. معناها تدافع على الهويه متاع اللي جا ناكلك جدك وناكلك ارضك. ميو انكور يعني ماني عارف روحي تبليت بلوى اللي هي حب الكتاب، حب الكتاب وحب معرفة التاريخ. كي تجي تلاحظ انت ملي نحن صغار يعلموك اللغة العربية، يعلموك النحو والصرف والتن ماشا، لكنه اكثر حاجة يحرمك منها هو انك كي باش تقرا الامور باش تقراها اوبجيكتيفمون، وباش يعلمك معناها ولا يعطيك لي زوتي دو لا كريتيك، دو لا بون كريتيك، ولا ليسبري اناليتيك نتاع معناها كي يعطيك حكايه يزمي يحكي لك مثلا راهو هذا اللي ما يسمى اليوم في المناهج المدرسيه نتاعنا فتوحات اسلاميه، وكبرت عليها دي جينيراسيون على اساس فتوحات اللي هو المعنى نتاعها يواتي لي معناها كاني ثم ناس تعيش في الظلام وجاء هذا الاسلام وجاب لنا النور. هو العكس اللي صح، المصطلحات مش هي، لم تكن فتوحاتا ولكن كانت براكاجات وغصب واغتصابات وسبي وغنائم وحرب وملكات يمين. على فكرة ملكات اليمين موضوع وحده وذات يلزمني فيه حلقة وحده جو خاطر. المهم كي قرونا مال التاريخ تلقى روحك اللي هذوما تولي انت تنتسب كتونسي الى هذم العرب الذي جاءوا من الصحراء، وقت اللي هو الواقع يقول العكس. معناها هاك تشوف حتى رب منظرك ما عندكش ماكش تشبه لكن مثلا السعوديين بتاع الزبي ولا جماعة الخليج رانا بوقوسات عليهم وحلوين عليهم وبمخاخنا عليهم ونتكلموا لغات عليهم. معناها تو كي وليت نشوف فيها امور بيرسونيل، معناها كي ولا الواحد يقول لي راني عربي يا ربك معناها تمشي راك تسقط من روحك قدام هذا اللي جا ناكلك معناها جدود وجاو ناكلك جدودك، وتقول له بالله يغزر فخور راني بها عربيتي، وقت اللي هو يغزلك على اساس العكس، يغزلك على اساس ربك كان جدودي جاو ناكل جدودك. هذا هو اللي صار. وباش نزيد نحللكم اكثر في التاريخ، كيما داغنيامون شدت كتاب اسمه الغزو العربي لشمال افريقيا، كتاب باهي ننصحكم به. ثم مثلا فزاد صارت متاع يا ربكم هذا اسلام الزبي، هذا دين التسامح والحريه وبلا بلا 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 وحرر المراه. خلينا باش نمشيو نقطه نقطه ساعه. ثم حكايه صارت انه هذا عقبه بن نافع وقت اللي جاء معناه وجاب السواديزون الاسلام والفتوحات نتاعو، ثم كثير من القبائل الامازيغيه التي اسلمت به. من جراء هذا الدوله الامويه في دمشق تضررت. علاش؟ خاطر اذا كان القبائل معناها اللي جابوا لهم الفتوحات اسلموا، معناها ابسط حاجه منها انه الجزيه ما عادش تصح عليهم. به ومعناه حاجه اخرى وليوا اخواتك في الاسلام. مثلا هذا عقبه بن نافع اش عمل؟ من نهار مشى كان ديما يتناوش هو وهذا جدنا الحقيقي الاصلي مول البلاد اكسيلا، اللي هو يعني بالامازيغي النمر. نمر، ثم فرق ما بين نمر وما بين عقبه، يعني ما فرق الزب. هذا سي عقبه مشى يعمل غزو على قبيله اخرى جهه زغوان. هذا التاريخ ايش يقول؟ قتل ما قتل وسباه ما سباه، وزاد شوف معناها ربك الجوع اللي جابوه معاهم من الصحراء. زاد فك الغنم على المعيز وعلى الالش والبل نتاع الناس القبيله هذه، وهزها الجدنا اكسيلا وقال له كما نقولوا هاك ذبحهم وسلخهم وشوي الزبي راني يعني والجدعان رانا موتى بالجوع.
كسيلا ما جاش، قالوا كما نقولوا راهو عيب ما يجيش منه معناها، كيفاش باش تحقرني قدام فاميلتي واهلي وعشيرتي. ياك هو من غادي حتى في قلبه معناها الجد الاصلي وبعد حكايه طويله معناها كيفاش انتهت بالموت الشنيع متاع عقبه في ضريح مطيش في الجزائر ولا مطيش على ربه فين. المهم من الحوايج اخرى لازمك تعرفها سيدي خويا المسلم، انك هذا وقت اللي عقبه كي جاء، شوف معناها هالاسلام هذا اللي جابوه لنا. تي انت خويا ابسط حاجه كي جيت تفضل جيت علاش جايب لكم باش نحكي لكم على الله ومحمد والاسلام الدين التسامح والجنه والنار وعذاب القبر والزبي وكل الخرافات المنايكه به، وفي الاخر تقول لي في نفس القران متاعك لكم دينكم ولي دين، لا اعبد ما تعبدوا ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد لما عبدتم. يا خويا ماك توا وصلت المعلومه، هي ما هز لقيتكم ما لقيتكم برا مشي روح على روحك ايش مقعدك. حاجه اخرى زاد عملوها لنا انه يا الزبي معناها توا نخليك اسمك تتخيل معايا كي كانوا نقول لك قبائل امازيغ معناها كانت ناس تعيش معناها تدير امورها بامورها بذاتها تعرفش تعمل. تلموا يحقروا في سبوباتنا هذا مال العربان، كان كل مره رب كما نقولوا والي ولا المعتمد لازم لما يبعثوه له من غادي من دمشق. لما مشوا صارت في مصر معناها البريود بدا مع حسين بن نعمان ولو حتى الاخر سلعه منيكه زاده كيف عقبه، كانوا عادة كل مرة يبعثون الوالي والمعتمد من غادي. كي كل والي ومعتمد باش يوري روحه اللي هو راهو كما نقولوا يخدم في مصالح الخليفة دير رب الخلفاء نتاعهم هما، هات من المعتصم وهات المقتدي بالله وهات هارون الرشيد وهات غيره، والمعتصم فدي اسامي كالزبي يحب لها كتاب وحده وشرح وحده. كان عادة باش يوري نفسه اللي هو خدام ومعناها يخدم تقول انت بقلبه رب، كانوا يهزوا ويسرقوا ويفكوا بناتنا، والتاريخ يقول ان هما فكوا معناها سبي باش يعمروا بها قصور هالخلفاء والوزراء، ناس تموت كان على زبوبها ونكاح. بعث له قريبة 300 ألف صبية فيهم حتى من لم يحضنا بعد، بنات صغار مازالوا ما حض معناها زون ميم با يو انكور لو راجل، وهزوا أكثر من مليون صبي، فهمتني؟ مليون صبي هزوه باش يبيعوهم في سوق النخاسة وإلا باش يستعملوهم كعبيد في الخلافة. هذا بكل بطبيعة ونحكيو لنا على الإسلام الذي حرر المرأة معناها وأعطى كرامة الإنسان وحرر بلال الحبشي. معناها أنا شفتك الحشو منين يجي من ناحية يحكي لك حرر بلال الحبشي ولا مؤذن معناها في الدين الإسلامي، ومن ناحية أخرى يحكي لك يقول لك راهم كي يقتلوا معناها الجدعان في تل قبيلة ولا تل قبيلة يفكوا لهم صغيراتهم ويبيعوهم كعبيد. هذا مش نقول فيه بطبيعة، هذا تاريخ معناها موثق، وما أنا نعرف ربكم أنتم عميان ديجا أكثر من جريدة ما تحلوهاش، فما بالك باش تحلوا كتاب وتكتشفوا هذا التاريخ المنايك. حاجة أخرى بالله حبيت نجبد عليها فيت فاي، شوف يا دين الزب هالإسلام اللي تحكيوا به، القدوة متاعكم محمد كان يتيما وربه جاء في جرته لنوصله ولا رسول. اليوم نفس الرب هذا بنفس الإسلام هذا وبنفس المسلمين بيدهم قاعدين يقتلوا في اخواتهم ديجا مسلمين في سوريا، بغض النظر شيعي بهائي مش عارف يعني يزيدي اسماعيلي يعني درزي بشتى الالوان والاشكال متاعهم، انه يقتلوا في رجال ويبكيوا في نساوين ويخليوا في صغيرات يتامى. نفس الرب يعني ماذا بيك كنت نحب نسأله علاش اليتيم هذاك وصلته ولا رسول، وعلاش اليوم الناس هذم يقتلوا في رجال باسمك انت ويتموا في صغار، كيفاش تحبهم الصغار هذوك نهار اخر يزيد يكبروا كما في سوريا وباش يعتقد فيك يا رب وباش يصلي لك يزيني اليوم جكروا طولت شويه وسينو باش نتحل تنلقاو روحنا في مناسبه اخرى. وشكرا على الاستماع وعلى الاستمتاع ولا ناس سيغتنمون
notre rendez-vous.